السعودية ما هي انتقائية وما تسيس الدين. السعودية من يومها والحرمين الشريفين في كنفها وتحت رعايتها، وترحب بكل المسلمين على أرضها باختلاف لغاتهم وأعراقهم وتوجهاتهم المذهبية والسياسية، سواء المحب منهم أو الكاره. وهذه الميزة يشعر بها كل زائر ومعتمر وحاج، أنها ما تفرق بين أحد من ضيوفها من المعتمرين والحجيج. السعودية في حال عاديتها وكرهتها وشتمتها ما تشخصن وتمنعك من الحج أو العمرة، ما هو لعدم قدرتها على منع كل متطاول من الدخول إلى السعودية تقدر تمنعك ضغطة زر. ولكن السعودية تتعامل مع الجميع بمسؤولية بدون أي انتقائية، كونها حامية وخادمة للحرمين الشريفين والقائمة بشؤونه ورعايته. معاملة المسلمين المعتمرين والحجاج بهذه الطريقة منح فرصة للمتاجرين بالدين والإرهابيين وأصحاب الشعارات واللافتات لاستغلال أكبر تجمع للمسلمين وتحويله إلى حدث سياسي وشعارات وهتافات، وفي أحيان كثيرة إلى أعمال شغب وفوضى وقتل الحجاج ورجال الأمن. مر على مواسم الحج أحداث كثيرة، شغب وإرهاب ولافتات وشعارات سياسية، جميع من قاموا بها هم اللي نحذر منهم، وهم اللي يتخذون صلاتك وزكاتك وعبادتك وسيلة للتكسب السياسي لصالح أجنداتهم الطائفية أو الحزبية، فلا هم عظموا الشعيرة ولا هم عظموا المكان، وهم اللي يتعاملون مع شعيرة الحج على أنها فرصة للتخريب والشغب وإثارة الفوضى. فلو نرجع بالسنين لورا بنذكر أحداث الشغب الإيرانية في الحج. عام 1986 أحبطت السعودية تهريب 51 كيلو جرام من مادة C4 شديدة الانفجار دستها المخابرات الإيرانية في حقائب الحجاج الإيرانيين للتفجير في الحرمين الشريفين. وفي حج 1987 حصلت أحداث الشغب والإرهاب من الإيرانيين نفسهم، واللي انقتل فيها 275 إيراني ومات فيها 42 حاج من مختلف الجنسيات، وراح ضحيتها 85 رجل أمن سعودي. وحج 1989 مجموعة من الكويتيين الموالين لإيران تسببوا بتفجيرين حول الحرم وتسلموا المواد المتفجرة من دبلوماسيين إيرانيين في سفارة طهران في الكويت. وفي عام 1990 أشخاص من حزب الله الكويتي التابع لإيران أطلقوا غاز سام في نفق المعاصم وتسببوا بقتل أكثر من 1000 حاج، إلى حادثة التدافع اللي حصلت 2015 في منى، واللي كان سببها حجاج إيرانيين مدفوعين من قياداتهم لإفساد الحج ومخالفة التعليمات، ونتج عنها وفاة 2300 حاج منهم 464 إيراني. كل هالحوادث كانت مفتعلة ومتعمدة، ولك أن تتخيل بعد كل هالأحداث الإرهابية السعودية ما منعت الإيرانيين من الحج بالرغم من توجههم العدائي والإرهابي ضدنا. ما هو خوفا من إيران كما يزعم بعض التافهين، الأحداث الماضية تثبت كيف تعاملت المملكة مع مثيري الشغب ومع إيران نفسها، لكن السعودية تعاملها دائما بمسؤولية، ولا يؤخذ الحجيج والمعتمرين بجريرة مواقف حكوماتهم السياسية المعادية. حتى في فترة الأزمة السياسية مع قطر سمحت السعودية للشعب القطري بأداء مناسك الحج، وفوق هذا كله كانوا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين. السعودية ما تسيس وتخلط الأوراق، ولكنها ما تتهاون وتتراخى في مسألة أمن الحج والحجيج. ولما تقول إن هالشيء خط أحمر فهو فعلا خط أحمر ما تسمح لأي أحد إنه يوصل حتى. الآن وقبل موسم الحج نشوف دعوات متجددة لتسييس الحج والذريعة أحداث غزة، حتى وصل فيهم الحال يدعون لمظاهرات في موسم الحج. ليش؟ لنصرة غزة. طيب الحجاج اللي ترسلهم إيران وبعض أتباعها للتظاهر في الحج، هذه غزة قدامكم، ليش ما ترسلهم هناك وتسوي مظاهرات؟ ليش يحاولون إفساد الشعيرة على المسلمين وتحويل الحج إلى ساحة سياسية لتسجيل مواقف كاذبة بحجة نصرة غزة؟ غزة ما تحتاج تيجي للحج عشان تدعو لمظاهرات وتخريب وكلام فاضي. من بداية أحداث غزة وإحنا نقول أن المتطرفين والشعوبيين المغفلين يعتبرون أحداث غزة وسيلة للتخريب والتظاهر في الدول العربية وبالأخص في السعودية. فيا من تفكر تيجي تحج عشان تستخدم هالشعيرة لتسجيل مواقف سياسية، أنصحك ثم أنصحك ثم أنصحك تحسب حساب كل حركة تقوم فيها،
لأن اللي قبلك كان أشطر ومصيرهم كان واحد. السعودية ما تتهاون وما تقبل أن شعيرة الحج تكون حلبة لتفريغ طاقة المتطرفين. فيكم شدة، فيكم حيل، غزة أقرب لكم من مكة، روحوا انصروها بدل دعواتكم للتخريب وتدمير أوطاننا بحجة كاذبة. في النهاية السعودية ترحب بكل مسلم ملتزم بقوانينها وأنظمتها، يدخل السعودية معزز ويخرج منها مكرم، ولكن لكل من يفكر مجرد تفكير للتخريب بدعوات سياسية فارغة وكاذبة، فأمامك أكثر من 150 ألف من رجال الأمن يقف خلفهم أكثر من 20 مليون سعودي مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته.